إلى نساء الأحرار، في يوم عيد المرأة نحتفل بكل امرأة حرة قوية وملهمة. إلى كل امرأة أنت مصدر القوة والإبداع والقيادة. اليوم هو يومك. في اليوم الذي نحتفل فيه بعيد المرأة نتوقف لحظة لنكرم نضالها المستمر وتضحياتها وأدوارها الحيوية في بناء المجتمعات وازدهارها. هذا اليوم ليس فقط مناسبة للاحتفاء بالإنجازات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات، بل هو أيضا تركيز بقوة وإرادة المرأة التي تتحدى جميع الصعاب لتحقيق العدالة والمساواة. لقد كانت المرأة على مر العصر رمزا للصبر والقوة، ورائدة في مختلف الميادين، في التعليم والعمل وإلى السياسة وحقوق الاجتماعية. ومع ذلك ما زال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق المساواة والحقيقة في كثير من المجالات. وفي هذا السياق لا يمكننا أن نغفل عن تضحياتنا أولياء اللواتن ضحينا بحياتهن من أجل الحرية والكرامة. ومن بين هؤلاء الشهيدات اللواتن ينبغي أن نخلد ذكراهم الشهيدة دانيس، والتي قدمت حياتها فداء لمبادئها ومن أجل قضية حرية المرأة وحقوق الإنسانية. دانيس لم تكن مجرد رمزا للثورة، بل كانت مثالا للمرأة التي لا تساوم على كرامتها وعزمها رغم الظروف القاسية التي عاشتها. لا يمكننا أن ننسى المقاتلة الذي قص الإرهابيون ظفيرها كجزء من انتقامهم النظام الوحشي. المقاومة كانت هذه فعل عملا دنيئا يرمز إلى محاولة قتل هويتها، لكن رغم ذلك فقد ظلت ثابتة على مبدئها ولم تستطيع أفعالهم أن تكسر عزمها وقص ظفيرها. لم يكن سوى محاولتهم النيل من قوتها، لكن كانت في الواقع رمزا لمقاومتها المستمرة ضد الظلم والقمع. إننا نحتفل اليوم بعيد المرأة وفي قلوبنا ذكريات أولياء الذين دفعوا حياتهن ثمنا للحرية والمساواة. فلنكن جميعا ملتزمين بالمواصلة والعمل على تحقيق حقوق المرأة، ونجعل من هذه الذكرى دفاعا لاستمرار في نضالنا جميعا من أجل العدالة والمساواة في كل مكان. كل عام والمرأة في كل مكان بخير، كل عام ونحن أقرب إلى تحقيق العدالة والمساواة. عيد سعيد لجميع النساء الأحرار في كل مكان. جين جيان آزادی، جین جیان آزادی، جین جیان آزادی.